إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أسعد الله صباحكم بكل خير مباشرة من مدينة بني ملال. تحية طيبة عطرة أزف بها لكل من يشاهدون الآن في هذا المباشر في مكان بطبيعة الحال داخل ولا خارج أرض الوطن. أكيد أنكم تابعتوا معنا كلكم القضية اللي ثارت واحد الجدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ديال واحد الشابة في العمر ديالها حوالي 15 سنة، تعدى عليها الأب ديالها وتكرس عليها جنسيا بضواحي مدينة بن سليمان. القضية يعني دخلت للمحكمة ودخلت على الخط ديالها المحامية توريا محفوظ. غنخليكم تسمعوا يعني ما آلت إليه أو ما آل إليه الملف. تفضلي أستاذة. نعم، شكرا لكم. أنا الأستاذة توريا محفوظ اللي تتنوب على الطفلة المغتصبة مريم مرجاني، وللأسف المغتصبة من طرف وليها الشرعي اللي هو الأب ديالها، يعني مغتصبة من طرف الأصول، واللي السيد الوكيل العام للملك أثناء تقديمه أمام السيد وكيل العام للملك حال الملف على التحقيق، وتم سابقا الاستماع عليه ابتدائيا، واليوم تم الاستماع للطرفين معا تفصيليا، وتمت كذلك المواجهة بين الطرفين، وكل شخص كل طرف تشبت بالتصريحات ديالو. والسيد قاضي التحقيق انهى التحقيق في هذا الملف، في حين ننتظر ان شاء الله المآل والقرار ديال السيد قاضي التحقيق في هذا الموضوع. نعم سيدة، شنو ممكن الأحكام اللي تقدر تكون تصدر في حق هذا الشخص هذا؟ هو ما نقدروش نعطيو احنا كدفاع، ما يمكنناش نعطيو احكام مسبقه، لكن سيد قاضي التحقيق كاين امرين: يا اما غادي تكون متابعته وفق ملتمسات السيد قاضي السيد ممثل الحق العام، يا اما غادي يكون عدم المتابعه. هذا تيبقى قرار ديال السيد قاضي التحقيق ونحترمه. حنا كنتمناو ان العداله تاخذ المجرى ديالها الطبيعي والمجرى ديالها الصحيح، وان هذه البنيه مريم المرجاني تاخذ حقها. نعم، هي تابعنا القصة أن الأم طلقات ولا باقي من هذا السيد؟ لا، باقي العلاقة الزوجية قائمة. باقي العلاقة الزوجية قائمة. شنو المصير ديال هذيك الطفلة ودوك الأم والوليدات، يعني باقي خوتها وحدين اخرين؟ والاكيد ان هذه الام راه هي اللي غادي تكون الام والاب والزوجه والحاضنه والمنفقه، واكيد ان غادي يكون فيها جميع هذه المواصفات. اكيد يعني اكيد ان هذه الزوجه هي اللي غادي تتحمل المشاق ديال هاد الابناء، وكنتمنى الله يوفقها في هذا المسار. كنتمنى، لان فعلا ماشي سهل ان ام غادي تهز 4 ديال الوليدات، وماشي سهل ان الام غادي تخرج من بيت الزوجيه وتدي معها 4 ديال الوليدات غير هباء. يعني كما تنقولوا لا دخان، لا نار بدون دخان. سبق لكم أستاذة يعني تطرحوا ملفات بحال هادو على الطاولة ديالكم، ولا كان هذا الملف هذاك أول من نوعه تقريبا؟ شخصيا في مكتبي أول مرة كيجيني واحد الاعتداء من طرف الأصول، لكن في المحكمة للأسف ولينا كنشوفوا هاد الملفات ولاو كتير، ولاو هاد الظواهر كتيرة. كنتمناو من الله يرحم فينا. صافي. شكرا جزيلا لكم أستاذة. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما تابعتوا معنا كان هذا التصريح ديال الأستاذة توريا محفوظ بالمحامية بهيئة بني ملال، اللي دخلت على الخط ديال القضية ديال الطفلة اللي في العمر ديالها 15 سنة وتعرضت لاغتصاب وحشي من طرف الأب ديالها بضواحي مدينة بن سليمان. لنا متابعة إعلامية لهذه القضية أول بأول. تابعونا دائما على قناتكم شوف تيفي. كان معكم عثمان غزاف مباشرة من مدينة بني ملال. نلقاكم إن شاء الله في بث مباشر آخر، وإلى اللقاء.